السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم الكورة في ملعبك. مش أنا قلت لكم إن حوار أحمد فتوح وعبد الله جمعة إن هما بيشربوا مخدرات؟ حتى لو اعترف عبد الله جمعة أنا لسه مصر إن هو حوار عشان خاطر فتوح ما يمشيش من نادي الزمالك. نجح المستشار مرتضى منصور إن هو يخلي فتوح موجود داخل نادي الزمالك وما يروحش اي نادي تاني. طلع المستشار مرتضى منصور بصورة مع احمد فتوح وشيكابالا واسماعيل يوسف، واتكلم عن احمد فتوح وقال احسن باك شمال في مصر، واتكلم عليه وعظم فيه وقال كلام فيه كويس جدا. فطبعا ده من الاخر كده عشان خاطر اللي حصل ده، ان هو انت ازاي تتكلم معايا وتبجح فيا وتقول لي انا عايز امشي من نادي الزمالك؟ من افضل لعيبة نادي الزمالك هو احمد فتوح، ومرتضى منصور ما كانش ينفع ان هو يمشيه، فعمل عليه حوار المخدرات والمنشطات والنسوان والكلام اللي انتوا فاهمينه ده عشان ما يمشيش من نادي الزمالك ويفضل موجود جوه النادي. اخر خبر عن المستشار مرتضى منصور ان هو طلع تصريح على قناة نادي الزمالك وقال ان احنا بنستغني عن فريق السلة للسيدات في نادي الزمالك واحسن لهم يروحوا يطبخوا ولا يتجوزوا. مرتضى منصور ده يا جماعة عسل والله، بجد والله، يعني بأمانة انا هأمنكم أمانة، في رئيس نادي يقول على فرقة موجودة عنده في النادي كده بالطريقة دي؟ يا عم دي انت لو جبت واحد سوق، انا والله ما عايز اتكلم، انا مش عايز اقول اي حاجة عشان ما يبقاش في اي حاجة عليا في اي كلام. يعني انت يعني مش فاهم، انت لو جبت واحد واقف في الشارع عشان خاطر مثلا بيكلم فريق السيدات اللي عندك ده فريق السلة، مش هقول لهم الكلمتين اللي انت قلتهم دول. يا عم طب ما انت ممكن، يعني ممكن تقول لهم ان احنا استغنينا عنكم مثلا لاي سبب ما انت كنت مستغني عنهم فيهم، وتقول لهم مثلا وشكرا وتشكرهم وبتاع وتكلمهم باسلوب كويس ومحترم. ليه اللي انت بتقوله ده؟ ليه يروحوا يطبخوا او يروحوا يتجوزوا احسن من اللي هم بيعملوه او اللعب اللي هم بيلعبوه الكلام ده كله؟ نسيبنا بقى من موضوع المستشار مرتضى منصور وحواراته كتير ونيجي للنادي الاهلي. النادي الاهلي طلع تصريح بان في اتوبيسات طالعه بالمجان من القاهرة إلى الإسكندرية في مباراة المصري القادمة للنادي الأهلي في الدوري المصري. النادي الأهلي ما عندوش أغلى من جماهيره، وعشان ما يبقاش في حد أحسن من حد. طبعا انتوا فاهمين كلامي. وآخر حاجة هنتكلم عليها هو موضوع نادي الإسماعيلي. نادي الإسماعيلي بيعاني وهو في آخر ترتيب في الدوري المصري. نادي الإسماعيلي من قيمة 15 سنة كان بينافس النادي الأهلي ونادي الزمالك على الدوري الممتاز. ما ينفعش يكون ده حال نادي الإسماعيلي. أنا أذكر إن أنا اتفرجت على مباراة 4-4 للنادي الأهلي والنادي الإسماعيلي، مباراة كانت ولا أروع لنادي الإسماعيلي في مواجهة النادي الأهلي. كان أكبر غلطة من إدارة نادي الإسماعيلي إن هي تتعاقد مع أحمد حسام ميدو عشان يدرب الفريق، وكان باين جدا الكلام ده في ماتش الزمالك. أحمد حسام ميدو بعد المباراة راح يسلم على فيريرا وراح يسلم على طاقم الجهاز كله بعد خسارته 3-1، ولا كان فارق معاه اي حاجة، ولا كان فارق معاه الخسارة، ولا فارق معاه النادي مجملة اصلا. والدوري المصري لسه قدامه كتير قوي عقبال ما يخلص. وبس كده الفيديو بتاعنا يكون خلص. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، واعمل لايك لهذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.